سلام، أنا علاء، ساكن في مدينة كازا، مزوج وعندي 2 وليدات، آية وصفاء. كنت خدام في الشركة ديال كلوفو، وكانت خدمتي كتبدا من 11 ديال الصباح حتى 11 ديال الليل، وكيف ما كل نهار حتى اليوم فقت صليت. وكنت كل صباح قبل ما نخرج لخدمتي كنعطي واحد 30 دقيقة كنبدا نحفظ فيها القرآن حتى ساليت. وقفت باش نمشي وتفكرت واحد الواقعة كانت وقعت لي قبل 4 أيام وانا في الطريق في الليل، حتى خرجت لي واحد القطه كحله ما عرفتها من خرجات. عييت بغيت نفراني ولكن ما قديتش حتى ضربتها، ومع انا عزازين عليا القطار حبست باش نشوفها، ولكن المفاجاه هنا هي ما لقيتهاش. وخديت الامور ببساطه، قلت راه يمكن تكون هربات ومشيت بحالي. ولكن المشكله هي من هذيك النهار وانا ما كنعش مرتاح، كل نهار كنحلم واحد الحلمه كتكون كتخلع اكثر من الحلمه اللي سبقاتها. وطلبت من الله يسمح لي راني ما ضربتهاش بالعاني، وتوكلت على الله وقصدت خدمتي. وكيف العاده داز النهار عادي، كنوصل الكوموند من عند هذا لهذا حتى جا الليل. بقات شي 10 دقائق باش نوصل ل 11 ونسالي خدمتي ونمشي بحالي. ولكن في هذه الوقيته وصلتني واحد الكوموند ما حملتهاش، حيت هذه الكوموند كانت بعيده وخارج المدينه. ولكن قلت مع راسي فيها خير، كيف ما اي كوموند. قلت بسم الله ومشيت. هاد الكوموند كان فيها غير قرعه الماء وبيتزا. درت الكوموند في الشكاره وشديت الطريق حتى خرجت من المدينه. كانت واحد الطريق مظلمه بزاف، كنت كنفرح من كدوز من حدايا شي طانوبيل وكنرجع شويه ديال الامان. غير كتبعد ديك الطانوبيل كيولي يرجع داك السكات والظلام، غير صوت الموتور. واحد الطريق طويله كتقاداش. هزيت التليفون باش نشوف الموقع ديال الكوموند، عرفت بلي راني قربت نوصل، ولكن خاصني نخرج من الطريق الرئيسيه ونشد طريق الغابه، تقريبا 1 كيلومتر ديال الطريق. تعصبت بزاف ومع الخلعه كنت ناوي نرجع بحالي، ولكن قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف العاده توكلت على الله وخرجت من الطريق الرئيسيه وتميت غادي في هذيك الطريق. كانت كامله حفاري وفيها واحد الظلام لي بزاف، حتى الضو ديال الموتور ما كانش نافع فيها. وقلت مع راسي راه الطريق ما يمكنش يكون كيدوز منها الانسان، وكنتمنى تكون هذه اخر كوموند عندي لهذا العنوان. غادي وانا كنلاهي راسي بالهضره مع راسي وكنذكر الله، حيت كنت خايف بزاف. حتى بقيت كنشوف واحد الموبل من البعيد، جبت التليفون باش نشوف العنوان وتاكدت بلي هو هذا نفس العنوان. واخيرا وصلت. كانت واحد الحاجه غريبه، ان هذا الموبل كل ما كنقرب عنده هو بحال كيبعد مني. اواش هادشي كيوقع؟ وانا في الطريق كاع دوك الايات اللي حافظهم تساليتهم وليت كنعاود فيهم حتى وصلت. شفت في ديك العماره وجاتني منها واحد التبوريشه ما عمري حسيت بيها. قلت مع راسي كاين شي حد يسكن في هاد العماره؟ شوف كيف دايره مخربه، راه الواحد يخاف يطلع عليها حتى في النهار، حرك في الليل. وخديت التليفون وصونيت على مول الكومون، قلت له السلام، راه الكوموند اللي طلبتوها راه وصلات. وخاص هبطوا ليها وهي تجاوبني واحد المراه من صوتها كان حرش بزاف وكيخلع. قلت لي 2 كلمات، انا راني ولدي مريضه وما نقدرش ننزل عندك في الدروج وخا طلع حالي. انا مأكد ان اي واحد كان في بلاصتي كان غادي يرفض يطلع لهذا الموبل، ولكن انا حشمت وما كانش عندي حل واحد اخر. قلت له واخا ماشي مشكل، انت في اين ايطاج؟ انا كندوي معاها وكنشوف باب الموبل وكنطلب الله تقول لي غير في الايطاج الاول، حيت راه ما عنديش الجهد حتى باش نطلع للايطاج الثاني. بقات ساكته شويه وهي تقول لي انا في الايطاج الرابع. بقيت غير كنتفتف وتلفت، مازال ما جاوبتها حتى قطعت عليا. وهنا تحطيت قدام الامر الواقع، واحد الحصله راه اللي ما نتمناهاش لعدوك. وبقيت واقف كنذكر الله حتى رجعت الثقه شويه في راسي، وزيت ديك البيتزا وسكت الموتور. كان غير هو اللي مونسني شويه بصداعه ومضوي شويه الدعوه. هنا دابا غير الظلام والسكات، حتى الفلاش ديال التليفون ما كانش نافع وسط هذا الظلام. وانا قاصد الموبل خطوه بخطوه حتى وصلت لباب الموبل. قلت بسم الله ودفعت باب الموبل. ما حطيت رجلي الاولى شدتني واحد التبوريشه وقلبي تزير عليا. حسيت باللي الحساسات ديالي خدمات وكتقول لي هرب جري فين داخل، ولكن ما تسوقش لهذا الشيء وسميت داخل.
بقيت كنقلب في وسط داك الظلام وداك السكات اللي ما كانش عادي على الطفايات باش نشعل الضو ديال الدروج، وكنقول في راسي غير غيشعل هاد الضو غيرجع لي الامان وتمشي مني هاد الخلعه. حتى لقيت دوك الطفايات فرحت بزاف بحال لقيت شي كنز. كانت واحد الفرحه اللي كبيره بزاف وما كتوصفش، وبقيت كنقول مع راسي الحمد لله اخيرا شي حاجه زوينه بانت. حتى بركت على ديك الطفايه وانا عندي امل كبير بعد هاد التوريكه غيشعل الضو وكلشي غيرجع مزيان، ولكن ما وقع والو، الضو ما شعلش وكاع ديك الفرحه رجعت خوف من دوبل. اواه شاد الموبل المنحوس، واش كاع الناس اللي ساكنين هنا كيقدروا يطلعوا في هاد الظلام؟ انا بعدا كنت في بلاصتهم ما نقدرش. وانا شويه نفكر مع راسي حبس انا مالي كاع نطلع هاد الكوموند المولاسها ونمشي بحالي من هاد الموبل المنحوس اللي ما شفت منه لا خير لا والو. وسميت طالع في هذوك الدروج المظلامين، حتى الضو ديال التليفون ما كانش نافع، بحال نقدر نضوي على فين نحط رجليا. حتى وصلت للايطاج الثاني كان كلشي عادي، ولكن كان واحد السكات اللي ما يمكنش، كان راه واحد السكات كيخلع. حسيت براسي بلي انا بوحدي في هذا الموبل. كيفاش موبل قد هذا 5 ايطاج وما كيتسمع فيه حتى صوت؟ واخا هكا قلت راه وقيلا مشى الحال، يمكن كلشي ناعس. وسميت طالع خطوه بخطوه وغايب شويه، كنتمنى من الله نسمع غير شي صوت اولا شي هضره اولا شي صوت ديال التلفازه باش نحس راسي بانني انا في موبل عادي كيف ما اي موبل.